بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثانية من أخطاء التاريخ المصري. زي ما قلنا احنا عندنا أخطاء استراتيجية ارتكبناها عبر التاريخ. إن الدولة المصرية الفرعونية القديمة مع إنها كان عندها القدرة، لكنها ما حاولتش تضم منابع النيل إلى حدود الدولة المصرية. يعني كان المفروض تبقى حدود مصر هي مصر الحالية، شمال يعني وادي النيل الحالي، والسودان واثيوبيا واوغندا لحد البحيرات. كان المفروض دي تبقى حدود مصر لحد اوغندا واثيوبيا وتنزانيا وكل الدول دي تبقى ده كانت لسه الدول دي ما انشئتش ولا حتى ظهرت ولا فيها قبائل ولا فيها حاجات كده خفيفه كده. كانت ممكن بسهوله جدا الدوله المصريه تنشئ مدن هناك وتبقى دي جزء من الدوله المصريه. يعني يبقى النيل ينبع داخل اراضي الدوله المصريه، زي مثلا انهار الصين، انهار الهند بتنبع داخل اراضيها. ما عملناش الحل ده. جم حاولوا يتداركوا ما يمكن تداركه ايام الخديوي اسماعيل. الخديوي اسماعيل على فكره كان عنده صاحب رؤيه استراتيجيه، هو اللي وداه في داهيه. اللي هو اخوه في الرضاعه ده اسماعيل المفتش، ده كان كارثه. وعيبه انه كان بيثق فيه جدا، وهو ده المشكله في ان الحاكم في مصر ساعات بيثق في انسان جامد جدا وبيوديه في داهيه، زي كده عبد الناصر لما وثق في المشير عبد الحكيم عامر وداه في 1000 داهيه. زي حاليا مش عايز اتكلم عن الاسماء، انتوا عارفين طبعا صاحبنا اللي هو مسك وزارتين ده بيثق فيه. ما تثقش في حد الثقه الكامله دي، لا. ما تديش ودنك كلها لواحد، لا لا لا، ده غلط. الحاكم لازم يبقى عنده تنوع في المصادر، تنوع في المصادر المعرفه والادراك. لاني طبقا لنظريه الجشتالت في علم النفس والعلوم التربويه، ان الادراك الانساني بيبقى ادراك منظومي. يعني لازم تدرك الصوره كامله، ما تدركش جزء من الصوره. الوزير ده بيديك جزء من الصوره، لازم اخد كمان جزء وجزء 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 واكون المنظومه كلها في الادراك بتاعي. بعد كده الادراك ده هينعكس عليا في اصدار القرارات. فاحنا غلطنا زي ما قلت في خديوي اسماعيل. زي ما قلت كان عنده قدره ادراكيه، بس كان يعيبه هو اللي وداه في داهيه، اللي هو اسماعيل المفتش. كان كارثه، كان سفاح وكارثه وحرامي. هو اعدمه في الاخر صحيح، بس بعد الفوات الاول بقى خلاص بقى انتهى. خديوي اسماعيل كان في دوله اسمها دوله الفونج. الفونج دول كانوا نوع من النوبيين المسيحيين، كانوا معادين لمصر جدا. كانوا عاملين دوله في جنوب مصر كده عند في اسوان والحتت دي. خديوي اسماعيل قضى عليها، قضى على الدوله دي. عشان كده الغرب شالوا، وقعوا في الديون، لانه قضى على دوله الفونج. كانت في دوله الفونج دي كانت مشروع لتقسيم مصر. وبعدين خديوي اسماعيل اضاف للارض الزراعيه المصريه 2.5 مليون فدان. تخيل، خديوي اسماعيل اضاف لمصر 2.5 مليون فدان زراعه. وهو اللي عمل الرياح البحيري والترع الاسماعيليه، يعني عمل حاجات كتير جدا. الراجل عنده رؤيه استراتيجيه جباره على فكره. لكن هو بعت جيش كان معاهم قياده مش عارف مين، كان في احمد عرابي وكده، فانهزموا قدام اثيوبيا. جت بقى الكارثه في عبد الناصر اللي عملها لما انسحب من السودان. لا، لازم يبقى عندي قاعده عسكريه على حدود اثيوبيا دائمه. هو لازم في منطقه كده على الاقل تبقى دي تحت الاداره المصريه. عايزين انسحب من السودان كلها، لازم تدوني اقليم كده في المنطقه اللي على حدود اثيوبيا في الجنوب كده. ده تبقى دي جزء من مصر، زي هواوي كده من جزء من امريكا، عادي جدا، مش مهم يكون في تواصل جغرافي. ولازم تقروا بان دي جزء من الدوله المصريه، بحيث ان لو حصل ان اثيوبيا فكرت تلعب في النيل، لا، ده انا لازق جنبك يا حبيبي. ده انا هبعت لك 100,000 واحد يحتلوا المنطقه بتاعت السدود دي كلها. طيب، ادي اثيوبيا. يبقى اخطاء التاريخ 3 اخطاء زي ما قلت لك عليهم. طيب نيجي بقى في الشمال، اسرائيل. اول خطا عملناه ان احنا عملنا ان احنا طول تاريخنا سايبين سينا فاضيه، سايبينها كده كزون للحرب. يعني ايه، بنقابل فيه الاعداء قبل ما يجوا على وادي النيل.
دي نظريه القديمه من ايام الفراعنه لحد المماليك وقطز وبيبرس والكلام ده، ولحد العصر الحديث كمان لحد دلوقتي. احنا عاملين سينا دي كبفر زون كده للحروب يعني. طبعا الكلام ده غلط، الكلام ده كارثي، لان سينا دي كبيره جدا، ضخمه جدا اولا، واللي ممكن العدو يسيطر عليها بس خلاص، زي اسرائيل ما عملت 67. اليهود اذكياء، قال لك انتوا عاملين دي كحاجه حاجز بيننا وبينكم، طب احنا مش عايزين غيرها. ده زي الفل، لان سينا دي غنيه جدا، سينا دي كلها كنوز. سينا دي اللي انا رحت سينا طبعا، لفيت سينا زمان لما كنت في الخدمه العسكريه بتاعتي، فانا عارف سينا دي جميله جدا. اولا مناخها رائع جدا، وسواحلها وشواطئها وبحيره البروبيل وسانت كاترين، ويعني خيرات مهوله. فنظريه ان احنا نسيب سينا فاضيه دي نظريه خطا. وبعدين جه فرديناند ليسيبس الملعون اقنع الخديوي سعيد بانه يعمل قناه السويس في المكان الخطا اللي هو يضر مصلحه مصر، اللي هو من السويس لحد بورسعيد. كانت المفروض تبقى من نويبع لرفح. كانت بقت سينا جزء من الوادي، لان في 2.5 مليون فدان في شمال سينا، دول تبع الوادي النيل، طول عمرهم تبع وادي النيل. كان زمانهم دول بقوا محافظه كده زي كفر الشيخ، زي الشرقيه، زي كانت بقت سينا دي شمالها، سينا دي فيها 4-5 مليون مصري فلاحين. تخيل بقى لو قناه السويس دي من نويبع لرفح، كانت نويبع بقت هي السويس، ورفح بقت هي ايه؟ بورسعيد، والاسماعيليه كانت هي اللي ايه؟ سانت كاترين بقى والحتت اللي في النص دي. هل كان ممكن اسرائيل تقوم؟ لا، لان انت لو انت على قناه، على حدود يعني واقف كده على قناه السويس دي، على قناه بقى رفح نويبع دي، ترمي حجر كده تبقى تبقى في القدس. ما كانش ممكن يقيم دوله اسرائيل. ادي اول غلطه، ان احنا وافقنا على مكان قناه السويس بالشكل الخطا ده. تاني غلطه ان احنا سيبناها فاضيه. انا فاكر حسني مبارك ده من اسوأ من حكم مصر، كان رافض يزود اعداد الناس في سينا. فهمش ليه؟ ايه السبب؟ هو الكوبري اللي اتعمل ايام السادات بس وقف على كده بس، ولا حط لي ناس وساب الناس في العشوائيات. طب ما تنقل العشوائيات دول توديهم سينا. لا، اسوأ من حكم مصر في العصر الحديث مش عبد الناصر، لا، حسني مبارك، انه غبي. انت دلوقتي لو سينا دي فيها 20 مليون، كانت ممكن اسرائيل تتنطط دلوقتي تقول لك انا هبعت لكم الفلسطينيين ولا هعمل لكم الكلام ده؟ لا، ما اقدرش. انا شايف دلوقتي ان في محاوله لتدارك الخطا ده، بيعملوا انفاق كتير وحاجات زي كويس، بس انا عايز ملء سينا ازاي؟ لازم نملأ سينا، لازم مدينه رفح المصريه دي يبقى فيها نص مليون او مليون. انا كان عندي اقتراح اتكلمت عنه كتير قبل كده، ان احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن نعمل حل مزدوج يحل ازمه تكدس الناس في القرى في الريف المصري والبناء على الارض الزراعيه، وفي نفس الوقت نملى سينا. ازاي؟ سينا مش سينا بس، سينا والعوينات وكل النقط الخطيره دي. انت عندك دلوقتي 300-400 الف جندي امن مركزي، ناس مجندين، دول من الريف يعني مش متعلمين. الراجل ده بيطلع بيروح البلد، عايز يتجوز، بيسكن، بيبني على الارض الزراعيه. لا، انا بقى اجي اغريه، اقول له تعالى انت خارج من الخدمه، تعالى عندك اوبشن في سينا، هبني لك مدن في سينا وقرى في سينا، هتاخد مثلا 20 فدان، روح هات مراتك وهنبني لك بيت طوب ونديك جاموسه وبقره و20 فدان، ونعمل قرى تتزرع بشكل تعاوني، بحيث كل اللي يخرجوا، قول 70% منهم هيوافقوا، انت هتديله 20 فدان. يبقى انا مع الوقت، تخيل انت كل دفعه يعني في السنه بمليون مثلا بيخرجوا من الامن المركزي، يعني كل 3 شهور ناس تخرج 300,000، يعني ممكن انت توصلها مليون. تخيل مليون في السنه يخرجوا من الامن المركزي، هيروح يجيب مراته مليون كمان، ادي 2 مليون، اديهم سكن، هبص الاقي سينا دي في خلال 10 سنين بقى فيها 20 مليون. 20 مليون يقدر بقى ترامب ولا يقدر شارون ولا نتنياهو يقول لك هنهجر الفلسطينيين هنا؟ ده اسرائيل هتمشي، هتقفل وتمشي. لو سينا دي فيها 20 مليون او 25 مليون، اسرائيل هتمشي من نفسها، ملهاش مستقبل، لان اسرائيل عينها على سينا. سينا دي بالنسبه لها هي الامتداد الاستراتيجي بتاعها والديني، وجبل موسى ومش عارف ايه. سينا دي هي الاساس.